متابعينا 24 اهلا وسهلا مرحبا بكم معنا في البث المباشر من مدينه تطوان، بالضبط من الحي الثانيه المدينه العتيقه. انهيار جوج ديال المنازل مهجوره، طبعا من الحجم الكبير. هذو منازل عربيه الحمد لله. على كل حال الطف الهي وقفت مع السكان ديال الحي الثانيه، ما كاينش ضحايا في الارواح، هذا هو الاهم. ولكن بسبب التساقطات المطريه الغزيره اللي عرفتها مدينه تطوان، امطار قويه اللي ساهمت في انهيار هاد جوج ديال المنازل العربيه الكبيره هنا بحي الثانيه قلب المدينه العتيقه بمدينه تطوان. لاحظوا هنا حجم ديال الانهيار اللي خلفت هاد جوج ديال البنايات المهجوره. يعني الطاف الهيه وقفت كما قلت مع سكان حي الثانيه بالمدينه العتيقه. تدخل السلطات المعنيه هنا، التسويقيه المدنيه، قائد المقاطعه، اعوان السلطه، سلطات الامنيه، الكل طبعا خارط في هذه العمليه. ولكن الحمد لله على كل حال انه ما كاينش ضحايا، هذا هو الاهم. ولكن التساقطات المطريه الغزيره ساهمت بشكل او باخر في هذه البنايات القديمه المهجوره. للتذكير ان مجموعه ديال المنازل هي سقط مهدده بالانهيار في اي لحظه. نتمناو كذلك انه يتدخل السلطات اللي وقف هذا النزيف، لانه بالفعل مجموعه ديال المنازل القديمه هنا مهدده بالانهيار كما كتبوا معنا هنا في هذا البث المباشر. اذا من الحي الثانيه قلب المدينه العتيقه بمدينه تطوان، انهيار جوج ديال المنازل بالحجم الكبير، يعني مدن المنازل العربيه. لاحظوا الكم وديال الاتربه والحجر ديال الانهيار ديال هاد جوج ديال المنازل. الحمد لله على كل حال ما كاينش ضحايا، ولكن كان ممكن لا قدر الله انه تخلف قتلى. الحمد لله على كل حال. اذا من قلب المدينه العتيقه مدينه تطوان، انهيار جوج ديال المنازل بالحجم الكبير. لاحظوا معنا الطاف الهيه وقفت مع سكان حي الثانيه بالمدينه العتيقه. لاحظوا الاضرار اللي خلفت، طبعا تصدعات شقوق خطيره المنازل المجاوره. لاحظوا لأن بالحي الثانية مدينة العتيقة مدينة تطوان استيقظت ساكنة الحي على خبر مفجع طبعا، وانهيار جوج ديال المنازل من الحجم الكبير. طبعا كنهضروا على منازل الحجم الكبير. مدينة العتيقة ذو منازل عربية معروفة، يعني الطابع العربي ديالها القديم، ولكن بنايات قديمة وكانت مهجورة. الحمد لله أنه ما كاينش فيها سكان، الحمد لله أنها ما خلفتش شي ديال 8 ونص الصباح اللي تيكونوا التلاميذ ماشي للمدارس والناس، يعني المواطنين داخل المدينة العتيقة. هذا هو الاهم. لطف الله الحمد لله انه ما كاينش ضحايا كما قلت. لاحظوا معنا الحجم ديال الانهيار. هذا التذكير ان عدد كبير ديال منازل المدينه العتيقه مهدده بالانهيار. نتمناو انه يتم احصاء ديال هاد المنازل قبل وقوع الكارثه، لانه من حي الطلعه كذلك كاين مجموعه ديال المنازل اللي مازال ساكنه. نتمنى ان السلطات المحليه انها تعجل بهذا الموضوع، تاخذه باهميه كبرى، لانه ممكن لا قدر الله انه يخلف ضحايا. لاحظوا هذا الانهيار هذا كان ممكن كذلك انه يسجل ارواح. نلاحظوا الاتربه والحجر، تسقيفه الضاله ديال هاد المنازل اللي طاحت. نعطيكم صوره من زاويه اخرى. إذن لتذكير متابعينا حي الثانية، استيقظ هذا الصباح على هذه الفاجعة، انهيار جوج ديال المنازل العربية من الحجم الكبير. طبعا الحمد لله انها كانت مهجورة، ما خلفتش ضحايا بالنسبة للقاطنين ديالها، وكذلك حتى المرة. خاصة حنا كنعرفوا المدينة العتيقة مدينة تطوان منذ الصباح الباكر كتعرف حركة ورواج، يعني عدد كبير ديال المواطنين اللي تيمروا من هذه الأزقة، سواء تلاميذ سواء نساء رجال، فئات عمرية مختلفة. الحمد لله على كل حال. ولكن كاين عدد كبير كذلك ديال المنازل مهددة بالانهيار. إذا مزيد من الحيطة والحذر. لاحظوا معنا تصدعات كذلك اللي خلفها الانهيار هذا الجوج ديال هذه المنازل المهجوره هنا في قلب المدينه العتيقه.